هيجان وغليان رضا عبد العال بعد فوز الأهلي على الرجاء المغربي، ويسخر من مرتضى منصور. بس قبل ما ندخل في تفاصيل الخبر، لو انت أهلاوي أصيل اضغط لايك واشترك في القناة لنرى كم عدد محبي النادي الأهلي. بعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي وفوز الأهلي على الرجاء، فقد صرح الكابتن رضا عبد العال وقال: الأهلي فريق كبير ومستحيل يروح جماهيره زعلانة، ودايما في الماتشات الكبيرة تلاقيه موجود، ومستحيل إن يزعل الجماهير بتاعته أبدا، ودي صفة من صفات البطل. والأهلي بعد هزيمة صن داونز وصعوده على حساب الهلال السوداني، وهو حاطط عينه على نهائي دوري أبطال أفريقيا وعايز يفوز بالبطولة. الأهلي عنده مدرب ممتاز وعارف هو بيعمل إيه، وبيحضر للماتشات صح، وبناء عليه بيحط التشكيل المناسب. ورغم إن فيه غيابات في الأهلي، لكن كولر ما بيفرقش معاه غيابات، لأنه رجع لعيبة كتير لمستواهم. والأهلي بقى مرعب لأندية أفريقيا، وأي فريق هيخاف يواجه الأهلي في الأدوار اللي جاية. وبحيي لعيبة الأهلي لأنها عندها الروح وعارفة قيمة تيشيرت النادي الأهلي، مش زي الزمالك وبقية الأندية المصرية. دايما الأهلي اللي بيشرف مصر في أفريقيا، والأهلي هيفوز على الرجاء المغربي في ملعبهم، وافتكروا كلامي كويس. وهو ده كان رد فعل وتعليق رضا عبد العال بعد فوز الأهلي على الرجاء المغربي. وفي نهاية الخبر لا تنسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولايك للفيديو واشتراك القناة حتى يصلكم منا كل جديد.